تخيل تدخل مكان فاكره مهمة سهلة فتطلع زنزانة موت. وكل اللي حواليك بيموتوا واحد ورا التاني وانت اضعف واحد فيهم. اللي حصل لجون وو مش طبيعي وخلى حياته تتحول من مجرد اضعف صياد لبطل اسطوري. واخيرا زي ما انتوا شفتوا كده في الانترو، هنبدا في تلخيص الانمي الاسطوري، الانمي اللي كسر الدنيا وقلب السوشيال ميديا، الانمي اللي يعتبر كامل من كل ناحيه، رسم وقصه وانيميشن وقتالات ودراما وكله موجود في الانمي ده. فجهز المشروب بتاعك الجميل ويلا بينا يا صاحبي ندخل على عالم سولو ليفلينج. الانمي بيبدا على طول باكشن من اول ثانيه، بنشوف مجموعه صيادين واقفين وسط جزيره غريبه شكلها مقفول كده زي غابه استوائيه، وفجاه بيظهر قدامهم جيش من الحشرات العملاقه، مش حشرات عاديه، لا دي وحوش شكلها مرعب، حجمها اكبر من البشر، وفي منهم اللي بيطير واللي بيزحف بسرعه مرعبه. وبيبدا الهجوم، الناس بتبدا تستخدم قدراتهم، في اللي بيستخدم قوه النار وفي اللي بيستخدم سيف ضخم وفي واحد بيستخدم مهاره العلاج، وكل واحد شغال باقصى طاقته، والوحوش مش بتخلص. ومره واحده بنلاقي حشره بتهجم على شاب وخلاص هتقضي عليه، ولكن بيظهر فجأة 2 أقوياء وبينقذوه، واللي بعد كده بنعرف انهم من الرتبة اس. المشهد كله اكشن تقيل وسريع، وكأن الانمي بيقول لك الحق احنا داخلين على نار، بس فجأة المشهد بيتغير وبنبدأ نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. من كام سنة ظهر نوع غريب من البوابات في العالم، البوابات دي بتربط عالمنا بعالم تاني مليان وحوش قاتلة وخطر لا نهائي، والمصيبة ان البوابات دي بتفضل مفتوحة لفترة، ولو ما اتقفلتش الوحوش اللي جواها ممكن تطلع بره وتدمر اي حاجه في طريقها. ولكن في نفس التوقيت اللي ظهرت فيه البوابات بدا يظهر ناس عندهم قدرات خاصه اتسموا الصيادين، ودي فئه من الصيادين عندهم قوه خارقه، كل واحد ليه تصنيف حسب قوته، واعلى رتبه هي رتبه اس لحد اضعف رتبه وهي اي. وهنا بيظهر بطل قصتنا سونج جين وو، شاب عادي جدا بس مصنف من اضعف نوع، تصنيفه هو اي، حرفيا اضعف صياد في البلد كلها. الناس بتضحك عليه وبيقولوا عليه اضعف من الانسان الطبيعي، بس رغم كده هو بيدخل البوابات وبيشتغل زي باقي الصيادين لانه مضطر. امه في المستشفى في غيبوبه، واخته في المدرسه وبيصرف عليها، فما فيش قدامه غير انه يخاطر بحياته علشان يوفر فلوس. في البدايه بنشوفه رايح مهمه مع مجموعه من الصيادين، بوابه من الرتبه دي، وده يعتبر مستوى متوسط، مش صعب جدا ومش سهل قوي برضه، بس بالنسبه لجين وو هي بوابه خطر جدا، ومع ذلك بيروح عادي، وبيقول في نفسه ان المره ديت لازم يكمل المهمه ويحاول ما يتصابش وما يدخلش المستشفى تاني، علشان على الاقل ما يبقاش شكله وحش قدام الناس. بيقابل بنت اسمها جوهي وبتطلع صيادة من الرتبة سي وبتشتغل كمعالجة، بنت طيبة وبتعامل جين وو بلطف، وهي تقريبا الوحيدة اللي مش بتسف عليه. الفريق بيجهز علشان يدخل البوابة، وخلاص تم تحديد القائد بتاع الفريق وهو سونج تشيول، راجل هادي وقوي وفي نفس الوقت يستحق يكون قائد الفريق. بننتقل لمشهد تاني، غو غون هي رئيس الجمعية الكورية للصيادين، وده الراجل الكبير اللي مسؤول عن متابعة نشاط البوابات والصيادين في البلدة كلها. بيقعد مع النائب بتاعه وبيتكلموا عن نشاط البوابات في الفترة الأخيرة، بيقول له ان البوابات زادت بطريقه مش طبيعيه، وكل شويه بتظهر بوابات جديده، وان الوضع ممكن يخرج عن السيطره لو ما اتعملش تنظيم قوي جدا. المشهد ده رغم انه هادي بس مهم قوي، لانه بيفتح لنا الباب ان الموضوع مش مجرد ناس بتخش زنزانه وبتقاتل وخلاص، لا في سياسه، في منظمات وفي رقابه وفي ناس بتخطط من ورا الستاره. وهنا بنفهم ان في موارد بتبقى داخل البوابات وبتكون قيمه جدا، والصيادين من الاخر كده بياكلوا عيش من بيع الموارد دي. المجموعه بتدخل البوابه وبتبدا تقتل الوحوش بسرعه، ولكن جين وو بيعاني وهو بيحارب وحش من الوحوش لدرجه ان اصلا سيفه بيتكسر وكمان بيتصاب اصابه خطيره. ولكن بتتدخل جوهي الوحيده اللي مش بتسف عليه زي ما قلنا، وهنا بنكتشف ان جوهي قوتها بالفعل بتساعد الفريق جدا. بنرجع تاني والرئيس غو بيكلم النائب بتاعه، بيقول جمله مهمه جدا، الاحجار السحريه اللي بيتم استخراجها من الوحوش داخل البوابات ممكن تتحول لمصدر طاقه او تستخدم في صناعه اسلحه ومعدات خارقه. يعني كل مره صياد يدخل زنزانه يقتل وحش ممكن يطلع باحجار سحريه نادره، الاحجار دي تتباع وبتتصنع منها ادوات قويه جدا وبيتعمل منها اسلحه، وتدخل كمان في صناعه التكنولوجيا. وده بيخلي الناس تشوف الصيادين مش بس كابطال لكن كناس شغاله في مجال مربح جدا. الفريق خلص على كل الوحوش، وبعد ما استريحوا بيقرروا يكملوا طريقهم، ولكن فجاه بيلاقوا باب تاني غريب، واصلا مش من المعتاد ان يبقى في بابين في نفس المهمه. الناس وقفت محتاره، وفي اللي قال نرجع وخلاص، وفي اللي قال خلينا نكمل يمكن يكون في كنز
كنز او موارد سحريه جوه او حاجه. هنا قائد المهمه بيسال جين وو هل هو عايز يدخل ولا لا، وهنا جين وو بيفتكر امه واخته وانه عايز يوفر ليهم فلوس كفايه فبيوافق على طول، وهنا بيوافق اغلبيه الفريق على الدخول. اول ما دخلوا الباب لقوا نفسهم في قاعه ضخمه جدا، التماثيل فيها واقفه كانها بتحرس المكان، وفي النص في تمثال عملاق شكله مرعب جدا وكانه القائد بتاعهم. الجو كله مريب، مفيش صوت ومفيش حركه، وفجاه الباب اللي دخلوا منه بيتقفل وراهم وبيتحبسوا جوه. وفي الاول التماثيل ما كانتش بتتحرك، ففي ناس بدات تمشي بهدوء، لكن اول ما واحد منهم حاول يروح ناحيه الباب التمثال هجمه في لحظه وقتله قدامهم. الناس اتصدمت، جين وو بيبقى مرعوب بيقول ازاي اللي بيحصل ده، المفروض ان دي بوابه من الرتبه دي، مستحيل يكون في وحوش بالقوه دي. ولكن جين وو فجاه بيحس بشعور غريب، بيلف راسه واحده واحده بيبص على التمثال الكبير وبيلاقي عينه بتتحرك. يا لهوي على الرعب يا جدعان، بيصرخ باعلى صوته بيقول لهم احذروا من التمثال ده. ولكن فجاه التمثال بيخرج من عينيه قوه مرعبه، واللي ملحقش يتفاداها خلاص بيكون ودع. بطلنا خلاص بدا يفقد الامل، بيقول احنا محبوسين، انتهى امرنا، وبيقول بكل خوف الخوف بدأ يبان على الكل. جين وو بقى مش عارف يعمل ايه، بيتكلم مع القائد سون وبيسأله هنعمل ايه دلوقتي، ولكن بيتفاجئ لما بيلاقي ايد القائد سون اتقطعت. سون بيشكره وبيقول له لولا ان انت حذرتنا كنت زماني ميت. الوحش ده من الرتبة ايه، وممكن كمان يكون من الرتبة اس. بيبدأوا يفكروا يعملوا ايه علشان يخرجوا من المكان ده، ومرة واحدة بيلاقوا التمثال بيهدى تماما وما بيتحركش. بيبدأوا يطمنوا وبيقولوا يعني خلاص كده الموضوع خلص، احنا كده في امان. وفجأة التمثال بيقوم وبيبدأ يدمر اي حد قدامه. الفريق بيموت واحد ورا التاني، رعب مش طبيعي. ولكن جين وو بيخمن ان لازم كل واحد يقف عند التمثال اللي ماسك آلة موسيقية علشان التمثال الكبير يقف وما يتحركش. من الاخر كده ده نظام المغارة، لا اما تمشي عليه لا اما الوحوش هتقتلك. جين وو بيوصل بالعافية، ولكن بنكتشف ان رجله اتقطعت بعد ما الوحش داس عليها. الاجواء بتهدى، بيبداوا ياخدوا نفسهم، وجوهي بتعالج جين وو لكن ما بتقدرش تكمل لان خلاص قوتها بدأت تخلص. المشكلة ان هم افتكروا انهم دلوقتي في امان، ولكن جين وو بيقول في نفسه اكيد لسه في حاجه تانية. بيظهر قدامهم شيء غريب بيطلع من تحت الارض. جين وو بيقول لهم ده معناه ان لازم حد يضحي بنفسه علشان الباب يفتح. واحد من افراد الفريق بيصرخ في وش القائد سون تشول وبيقول له ان انت السبب، انت اللي قلت نكمل الطريق، يبقى لو في حد لازم يضحي بنفسه يبقى انت. وفي اللحظه دي القائد بيقول حاضر انا القائد، وانا فعلا اللي قررت ندخل، بس لو موتي هو الحل يبقى مش ههرب. بيتجه ناحيه المكان، ولكن لما بيوصل بيلاقي شعلة نار بتفتح. بيتساءل جين وو هو ايه اللي بيحصل، بيطلب المساعدة من باقي الفريق ان هم يساعدوه علشان يوصل هناك. بيدخلوا كلهم والشعل بتنور اكتر، ده معناه ايه يا ترى؟ التماثيل بتتجه ناحيتهم، وكل ما حد يشيل عينه عن التمثال اللي قدامه التمثال بيتقدم خطوة، وكل ما تبص له يقف. ساعتها الكل فهم القاعدة الجديدة، ما تشيلش عينك عنهم، محتاجين يقعدوا لحد اما الشعل الزرقاء تخلص، وهو ده التوقيت اللي خلاص هيكون الباب اتفتح من غير ما يتقفل تاني. لكن لو حد خرج من المكان الشعل الحمراء بتنطفي وبيتقفل معاها الباب واحدة واحدة. المفروض الكل ينتظر، لكن الكل بدأ يخاف، بدأت الأنانية تشتغل. واحد واحد بدأ يهرب لغاية ما بيتبقى 4. كيم بيقول لجين وو افترض ان توقعك ما كانش في محله، وهيحصل العكس لو الشعل الزرقاء انطفت. ما توقعتش يا جين وو ان يكون ليك دور قوي وانت اضعف واحد فينا، سامحوني ولكن عايز ارجع لعيلتي، مش عايز اموت. وبيهرب هو كمان، وبينصدموا هما الثلاثة من اللي بيحصل. سونج تشول بيقول لهم غدروا انتوا الاثنين وساعتها هتكونوا في امان، الباب مش هيقفل طالما في شخص واحد لسه موجود، اسمعوا كلامي وامشوا حالا. ولكن جوهي بتقول لهم انها مش قادره تقوم خالص علشان قوتها خلصت بالكامل، وكمان جين وو مش هيعرف يمشي بسبب رجله. هنا مفيش غير حل واحد. جين وو بيقول القائد سون لازم تخرجوا انتوا حالا، ومفيش غيرك يا قائد سون اللي هيقدر يشيل جوهي ويخرج بيها، مفيش حل. بنبره فيها غضب، جمدان يا شباب والله، بطلنا طلع جامد. لحظه حزينه بيشيل سون جوهي وبيخرجوا، وجين وو بيفضل لوحده. وهنا بيبدأ الرعب الحقيقي، بطلنا مش بيفقد الامل وبيقعد يحارب، ولكن خلاص مفيش مهرب. التماثيل ما بيتحلوهوش، ضربة من هنا على ضربة من هنا. البطل بيقعد يعيط وبيقول لو كنت اقوى بس شوية. خلاص الدم مغرق المكان، وجين وو بينتهي. التمثال بيرفع السيف والضربة الاخيرة خلاص. فجأة بتظهر رسالة على شاشة غريبة مكتوب فيها المهمة السرية شجاعة الضعيف، هل تقبل ان
تصبح لاعبا نعم ام لا؟ جينو بيصحى مره واحده وبيلاقي نفسه في مستشفى. ايه اللي بيحصل؟ ده جسمه سليم، ازاي ده؟ هو ده كان حلم ولا ايه؟ وبيدخل عليه شخصين وبنعرف ان ده رئيس قسم المراقبه في جمعيه الصيادين وجين تشول، واللي معاه اسمه كانغ تايشيك. جايين يحققوا مع جينو لان اللي حصل في المغاره كان غريب. ازاي واحد من الرتبه ايه يخرج حي من بوابه حصل فيها مجزره زي دي؟ وبنعرف منهم ان جوهي وسونج تشول قرروا يعتزلوا مهنه الصيد. والغريب في الموضوع ان بعد ما وصل لهم بلاغ من الناجين اتجهت نقابه من نقابات الصيادين على المكان على طول، وما لقوش غير جينو مرمي على الارض ومنهك تماما، وما كانش فيه اثر لاي وحوش خالص ولا حتى البوابه اللي دخلوا منها الفريق. وجين تشول بيقول له معقول انت حصل لك استفاقه تانية؟ تعالوا نعرف ايه الكلام ده. بكل بساطه مستوى قوه الصياد بيتحدد عند الاستفاقه الاولى وما بيتغيرش طول حياته، ولكن في حالات نادره جدا، وهي ان في صيادين بيستفيقوا مره تانية بتتطور قوتهم لدرجه ان هم بيوصلوا للرتبه A او S. جينو بيبتسم وبيقول له معقوله يكون حصل لي كده؟ بيعملوا اختبار لقوته عن طريق جهاز استشعار القوه، ولكن بيظهر لهم رقم في قمه الضحك 10 بس. ده اصلا اقل رتبه وهي ايه بيصل فيها الرقم 70 اقل حاجه. بيظهر لجينو الرسائل دي تاني، وهنا بنكتشف ان جينو بس اللي يقدر يشوف الرسائل دي، يعني لو في حد جنبه مش بيشوفها. بيفتكر اللي حصل له واخته بتدخل وبتطمن عليه، وبيبدا يفهم ان ده نظام متصمم علشان يساعد اللاعب. من الاخر كده اكنك في لعبه. النظام بيبعت له اول المهام وهي عباره عن تمارين لزياده قوته، ولو ما عملش المهام هيتعرض لعقوبه. بس هو بيقول انا في المستشفى اتمرن ازاي يعني؟ وبيتجاهل الرساله. بننتقل لمشهد تاني وجين تشول بيكلم الرئيس غو وبيحكي له عن اللي حصل، والرئيس غو بيكون مستغرب وبيقول لوو جين تشول انهم هيصنفوا الحادثه دي حاله خاصه لغايه ما يكتشفوا ايه اللي حصل. بنرجع لجينو وهو نايم في هدوء، مره واحده بيهتز المكان بيه، بتظهر رساله فشلت في اكمال المهمه، وفجاه الدنيا بتتقلب. جينو بيلاقي نفسه في مكان غريب انتقل لصحراء، وحش مرعب بيظهر له، دوده عملاقه وليها اسنان حاده. بتظهر رساله مهمه جديده، النجاه من الوحش خلال 4 ساعات، والمطارده بتبدا. جينو بيجري وبيصرخ، بيحاول يتفادى ضربات الوحش وكل شويه يقع ويقوم، بيفضل يحارب لحد ما العقوبه تخلص، وفجاه بيرجع تاني للمستشفى مرهق ومش قادر. بس فهم دلوقتي ان الموضوع مش لعبه، لو ما اداش المهام ممكن يموت بجد. بنيجي اليوم التاني وبنشوف جوهي جايه تزور جينو، ولكن الواد جينو ما فضلش قاعد، بدا يتدرب على طول اول ما صحي، وبدا يعرف عن النظام اكتر واكتر. لما بينجز مهامه بيحصل على جوائز، عن طريقها بيقدر يعلي قوته سواء القوه البدنيه او العقليه او حتى مهاره الشفاء. بتظهر له جايزه قيمه وبتطلع عباره عن مفتاح مغاره، ولكن مغاره افتراضيه. هنعرف قدام ايه الفرق ما بين المغاره الافتراضيه والعاديه. البطل بيتردد هل يدخل المغاره ولا لا، شكله كده بقى عنده فوبيا. ليه حق الصراحه، اصل اللي حصل له يخليه يعتزل الصيد اساسا، ولكن بيزور امه وبيفتكر انه عايز يوفر لها العلاج ومحتاج فلوس حالا. بيبدا يتدرب اكتر واكتر، ودلوقتي هو قدام باب المغاره وجاهز يفتح الباب. يا ترى ايه اللي مستنيه جوه؟ بيدخل المغاره والباب بيقفل تاني، ولكن لحظه، هو ايه ده؟ ازاي في واحده ماشيه في نفس المكان وكمان عدت من الباب اللي اتقفل؟ وهنا بنعرف ايه الفرق. المغاره الافتراضيه مش زي المغاره العاديه، يعتبر بعد مختلف تماما، يعني هو في نفس المكان بس مش في نفس المكان. المهم اكنه دخل لعبه افتراضيه. دلوقتي جينو مضطر يهزم زعيم المغاره علشان يخرج، او يستخدم حجر الانتقال، حجر يقدر ينقله لخارج المغاره لو لقى نفسه في خطر. بيظهر لجينو وحوش وهو ماشي في امان الله، وبيبدا القتال. جينو بيستخدم الخنجر اللي استلمه من هدايا النظام، وبيتصدى لضربات الوحوش لغايه اما يهزم اول وحش، وعلى طول التاني والتالت، ولكن ما يلحقش يفرح يا عيني. بيطلع له وحش جديد وبيكسر خنجر جينو، ذئب عنده انياب فولاذيه. جينو بدا يخاف وبيفتكر احداث المغاره اللي فاتت، شكله كده جاله صدمه نفسيه من اللي حصل قبل كده. بنكمل قتالنا وبنلاحظ ان جينو الرشاقه عنده زادت وجسمه بقى خفيف، بيوجه للوحش الاكمه والوحش بيطير. قوه جينو بالفعل زادت، وكل ده بسبب التدريبات، ولكن الوحش بيقوم من تاني وبيبدا الحماس، ضربات ورا ضربات، ولكن الوحش مش بيتاثر، بس مع كل ضربه بيحس بفرق جسمه ما بقاش زي الاول. وهنا بيفتكر ان عنده مخزن يشيل فيه ادواته، بيسحب سيف من المخزن ويقضي على الذئب، وبوم بيظهر ذئبين تاني وبدا يحاربهم، ولكن الموضوع دلوقتي بقى اسهل خلاص، بدا يتكيف. بيشرح لنا هنا وبيقول ان كل ما بيقاتل وحوش ويهزمها كل ما بيحصل على نقاط يقدر من خلالها رفع قدره من قدراته. علشان كده قتال الوحوش افضل من التدريب، لانه بيديله نقاط اكتر. بيبيع الموارد اللي بيحصل عليها من الوحوش، ومره واحده بيظهر عدد كبير قوي من الذئاب المره دي. ولكن جينو دلوقتي بقى عايز يقاتل اكتر علشان يحصل على نقاط اكتر.
لون العظمه يا جماعه. بدأ يقاتلهم، ولكن القتال دلوقتي بقى مختلف. بتظهر رساله: حصلت على لقب مختال الذئاب. بيكسب مكافآت كتيره، وكمان حصل على حجر الانتقال. بيفكر هل يرجع ولا يكمل، لكن بيقرر انه يكمل. بنروح على جو هي وهي بترد على تليفونها. عضو جمعيه الصيادين بيبلغها ان في ختم بوابه انكسر دلوقتي، والبوابه دي قريبه منك. بيقول لها ان هم بيعانوا نقص حد في المعالجين. من الاخر كده بيطلب مساعدتها يعني. جين وو لسه بيقاتل وحش ورا التاني، ومستواه قاعد يرتفع. وهنا بقى الوحوش برضه بتتصنف زيها زي الصيادين. اما بتدخل المغاره وتشوف اسم الوحش فوقيه باللون الابيض، ده معناه انه اضعف منك، ولكن لو اللون برتقاني معناه ان في نفس مستواك. اما بقى لو كان احمر فهو اقوى منك. وكل ما بيرتفع مستواك بيتغير لون الاسم. يعني مثلا الذئب كان لون اسمه احمر، ولكن بعد ما ارتفع مستوى جين وو بقى لون اسمه ابيض. وهنا الذئب بقى اضعف من جين وو. جين وو تعمق اكتر في المغاره، ولقى سلم بيوديه على مكان تحت. حس ان في وحش تحت هالته مرعبه، والوحش ده اقوى وحش في المغاره، يعني زعيم المغاره. بينزل وبيسيبها على الله. المكان هادي ومفيش اي حاجه تدل على ان في خطر. وفجاه ضربه بتتوجه ناحيه جين وو، والسيف بيتكسر. مش عارف انا حكايه السيوف والخناجر اللي كل شويه بتتكسر دي. والوحش عباره عن تعبان ضخم لون اسمه برتقاني، وده معناه انه في مستوى جين وو. بيبدا القتال. جين وو بيعاني جامد وبيحاول يتفادى ضربات الوحش. الانيميشن مش طبيعي يا شباب، جمدان، حماس ورا حماس، مش لاحقين نركز في ايه بالظبط. بيفتكر نصيحه سونج تشول وبيتشجع وبيقعد يردد: لازم ابقى قوي، لازم ابقى قوي. بيستخدم كل قوته وبيقول الوحش ده ولا حاجه مقارنه بالوحش اللي شافه في المغاره اللي فاتت. بيتعلق في التعبان وبيستخدم قوته البدنيه وبيقضي على التعبان بايده بس. بتظهر رساله: ارتفع مستواك. بيبقى ميت من الفرحه. وهنا بيكسب قدره جديده واداه جديده. خنجر شكله جامد جدا مصنوع من انياب التعبان، وبيسبب الشلل والنزيف للعدو، وكمان جواه سم خطير. المغاره بتختفي وبيخرج بطلنا وبيلاقي جندو في وشه. بيقول له: انت ازاي موجود في المنطقه دي؟ انت ما سمعتش الانذار؟ ولكن بيعرف انه صياد. الجندي بيوصل جين وو للطريق، ولكن في وحوش ميته في كل مكان. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ايوه زي ما انت فهمت كده، دي البوابه اللي انكسرت ختمها وخرج منها كل الوحوش دي، ولكن الزعيم لسه عايش. الصيادين قاعدين يحاربوه وبيعانوا جامد قوي معاه. جين وو بيروح وبيشوفهم، ولكن بطلنا هنا بقى مختلف تماما. بيقول كلهم من رتب منخفضه الا المعالجين، ولكن بيلاحظ ان جو هي معاهم في الفريق، ولكن جو هي لسه ما تعافتش من الصدمه النفسيه اللي جات لها. جين وو هنا بيعمل لقطه جامده جدا واجمد من الجمدان ذات نفسه. بيجهز وبيرمي سيفه المكسور على الوحش بكل قوته، بوم، وبينكسر دفاع الوحش. وهنا بيقدر الصيادين يقضوا عليه. في صياد بيستغرب ازاي انكسر دفاعه رغم ان هجماتنا ما بتاثرش فيه، وخد باله اصلا ان في حاجه طارت ناحيه الوحش. بيبص ناحيه المكان اللي طلع منه السيف وبيسال الجندي اللي كان مع جين وو، والجندي بيقول له الصياد اللي رمى السيف هو ده. ولكن جين وو بيكون اختفى وبيظهر بشكل جديد تماما. جين وو بالفعل بدأ يتغير.